في بيان له هذا الخميس عن مباشرة في إطلاق ورقة نقدية جديدة بقيمة 2000 دينار جزائري تحمل صور لأبطال الثورة التحريرية إكراما وتقديرا لتضحياتهم الجبارة في تحرير البلاد. نشط وزير الطاقة والمناجم محمد عقاب أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة اجتماعا مع إطارات محافظة الطاقة الذرية على رأسهم عبد الحميد ملاح من أجل مواصلة العمل ومتابعته مع مختلف هيئات القطاع، كما استمع السيد عقاب لشروحات حول نشاط المحافظة. أما دوليا، أعلنت الحكومة الوطنية الليبية الجديدة يوم الخميس عن تسلم وزراء الخارجية، المواصلات، السياحة، الشؤون الاجتماعية والحكم المحلي مهام عملهم من الوزراء السابقين. كما حددت الحكومة الجديدة عدة أهداف خلال المرحلة الانتقالية، من بينها نشر السيادة عبر كامل التراب الليبي وخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد. نهاية الموجز.